كنت بثبت رجلي على رجله وابدا اضرب اللكمات بتاعتي وارجع تاني. لو انت اندريا وورد هتقول ايه عن نفسك؟ انا اندريا وورد، عندي 48 سنه، مواليد 1984. كان معروف عني اني بطل اولمبي عالمي محدش عارف يهزمني، والاحتراف بتاعي بدأ من 2004 ل 2017، واعتزلت ب 32 فوز 0 خسارة و16 ضربة قاضية. ولعبت بوزنين السوبر ميدل ويت واللايت هيفي ويت، ودخلت بطولة السوبر 6 تورنمنت ولعبت فيها مايكل كيسلر وشاد دوسون وكارل فروتش وسيرجي كوفاليف. وبعد ما اعتزلت شاركت في السينما وعملت فيلم كريد، ودلوقتي أنا شغال محلل للماتشات. طب انت كانت طريقه لعبك ازاي يا كابتن اندريا؟ في الماتشات كنت أستخدم طريقة إن أنا لو حد بيهاجم عليا بيهاجم بسيبه يهجم لحد ما أنزل وأديله كروس. وفي المسافات الضيقة كنت دايما بستخدم الهوكس. وكنت برضو لو مثلا بحاول أنزل تحت دايما عشان أدي الأبر في الهوك. وكان عندي حتة إن أنا بستخدم البوكسينج تريكس، لو أنا لقيت الخصم بتاعي عمال بيتحرك كتير كنت بثبت رجلي على رجله وأبدأ أضرب اللكمات بتاعتي وأرجع تاني. طيب ممكن تقول لي ايه اللي استفدته من دراسه الملاكم ده؟ استفدت منه ان انا كنت دايما بكون هادي ومش بكون مغرور بالحاجات اللي انا الانجازات بتاعتي. كانت واحدة من المقالات بتاعته ان انا ملاكم مولود اعمل اللي عليا. برافو عليك.